بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. دايما مش بركز على إني أطلع مناظر طبيعية مع الشغل وأتكلم بكل أريحية وأنا بسجل فيديوهاتي، ورجاء اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك، علشان اللايكات دي بيقولوا حلوة قوي، يعني يبقى لها قيمة في الفيديو. يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا أكرمني ونفذت المطبخ جرانيت هندي بارديسيو. اللمعة زي ما حضراتكم شايفين، وانا مش انا بتكلم عن اللمعة دي لان اللمعة دي حاجة مهمة جدا في شغلنا، لان هي دي اللي بتخلي الحاجة تعيش مع ست البيت. وست البيت بيبقى عندها المطبخ حاجة مهمة جدا، لانها بتقضي تقريبا 70-80% من وقتها في المطبخ، وبالذات حتى لو كانت لسه عروسة متجوزة مخلفة أم لناس كبار. مفيش يعني الأمهات على طول بيكونوا تقريبا عايشين في المطبخ. هنا الدنيا كانت بتشتي الفترة اللي فاتت دي من يومين. ده المنظر بتاع الشتاء، حبيت أوثقه يعني. طبعا كنت أنا في تحت مظلة كده، بس المايه كانت الدنيا شتت وحلوة، يعني حاجة كويسة، خير. اللهم صيبا نافعا. دي مية المطر. وقبل كده كتير برضو نفذت السنة بتاعت ان لما الدنيا تشتي تنزل وتعري جسمك ودماغك لما تكون امن على نفسك، مش هيجيلك برد وتموت يعني. من السنة ان انت تخلي المية الطاهرة دي تلمس جسمك ودماغك. الشاهد في الكلام ان الحتة البرديسيو دي كان بقالي فترة ما اشتغلتش برديسيو. على حسب طبعا الزبون لما بيطلب، بس كان هنا المواصفات في اللون. البرديسيو الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده يعتبر مش موجود دلوقتي، فيه منه كتير، لان اللي نازل يعني الصفقة اللي نزلت اخر مرة مصر بحالها كان لونها اسود، في يعني في تشبيحة محمرة كده، فده مش ما كانش يعني لطلب الزبون. يعني ده اللي كان مطلوب. فالحمد لله ربنا وفقني جبتها بنفس اللون اللي كان مطلوب. التنفيذ بقى كان يعني كان تحدي شوية، يعني اللي خلاني اصور الفيديو. طبعا بصور الحاجات في حاجات كتير بعملها بس ما بصورهاش، لكن الحاجات اللي بتعجبني قوي اللي يكون فيها صنعة عشان افيد الناس بصراحة يعني. فرحت جاي عامل الفيديو ده، حتى نزلت منه شورتس. وربنا يبارك يعني في الناس اللي بتشوف وتعمل تفاعل ايجابي او سلبي. يعني الفكرة كلها ان انت بتعمل مجهودك وبتاخد عليه فلوس. اللي انا بنشره ده بقى بيبقى يعني نشر المحتوى هادف من وجهة نظري يعني. ده التحدي بقى. هنا كنت لسه بتكلم على ان البرديسيو خامة تمام، وخامة غالية وعالية وحاجة جميلة جدا بجد. بس برضو كمان كده كان في حاجات ساعدتني. الاقتراح بتاع الاخ اللي كان موجود، راجل قال الوزرة خليها 10 سنتي. الوزرة دي احنا يعني متعودين بنعملها 5، بس في ناس ما بتعجبهاش ال5. وبجد الوزرة ال10 غير انها بتفيدني ماديا، لان ضعف الوزرة ضعفها، وكل ما الرخام بيكتر بيبقى احسن ليا ماديا. بس انا ما بدورش على حتة ماديا دي لما باجي اتكلم مع الزبون. ده اللي انا بقى بتكلم فيه. مسافة كانت ضيقة، المطبخ كان مساحته يعني مش واسعة قوي، بس بسم الله ما شاء الله المطبخ واسع واخد الأجهزة وكله تمام. تلاجة وغسالة والبوتاجاز طبعا. الفكرة بقى في إن المساحة دي ضيقة، فكان ده اختبار بقى يعني. وقلت سبحان الله، لو ما كنتش أنا عملت المطبخ ده كان ممكن يتكسر من حد غيري. فلزقت التخانة ورا وقدام، ولزقت الوزر 10 سنتي والسدابة، ورحت مفرغ. هنا يعني هنا انا بقول انا رحت مفرغ. شوف المنظر، الحوض عامل ازاي. والحله كمان كانت يعني الحله كانت مقاسها عجيب شويه. انا متعود 52 في 42، ده جميل. وهنا برضه شطفت وصنفرت
حتى الفيديو ده المفروض كان يجي قبل الفيديو اللي بعده، بس منقطع يعني. لقيت الحلة دي مقاسها 58 في 45 أو 46، والمسافة الرخامة دي عرضها 56 سنتي. للي بيحب يسألني على المقاسات، عرض الرخامة دي 56 سنتي. أقل حاجة في حوض زي ده كانت المفروض تبقى 65 سنتي، 63 64، بس مش 56. فسبحان الله ربنا أكرمني ووفقني. طب الباشمهندس أحمد يعني صاحب حتة الرخامة دي أو الجرانيت دي راجل محترم جدا، كلمني من الإمارات. والده الحاج جابر راجل محترم باشمهندس، كلمني واتقابلت معاه. شوف هنا البسطوم الحرف يعني بتاع الرخامة بيلمع، لأن مديله سكوتشات مش مديله مواد. مفيش مواد بقى، كله بقى سكوتشات دلوقتي. فكلمني ونسقت معاه، وساعة التركيب سبحان الله تسهيل ربنا، منظر فظيع. الدنيا كانت بتشتي في اليوم الشتا ده، خدت التوك توك ورحت وديت الحاجة طلعتها وركبنا، ما خدتش في ايدي ساعة زمن. قطعت الوزر على الشكل الموجود، وطبعا ده هتشوفوه دلوقتي في الفيديوهات المقاطع اللي انا مقطعها. الشاهد في الكلام ان يعني اهو ده الشاهد في الكلام. ده المكان، اللون بتاع الرخامة ماشي مع لون الألموتال، وماشي مع لون السيراميك، ماشي ولايق. وفي منه دي فتحة الفلتر. والحاج جابر جاب لي السيليكون عظم، رحت لازق بيه الحوض. وحتى الخلاط كان هيتعمل شمال، رحت عامله يمين. ليه؟ لأن لقيت التغذية بتاعت الخلاط الشجرة جاية من ناحية اليمين، فعلشان لو حطيته في الشمال هحتاج ان انا اوصل، مش انا اللي هحتاج، الزبون يعني هيحتاج يوصل وصلتين علشان يوصل لايه، للتغذية. وده بيبقى مش امن قوي لما تعمل وصلتين، والافضل انك تعمل وصلة واحدة. الحوض طبعا الحاج قال لي انا هبقى انضف انا السيليكون وكده، كان متعاون جدا، راجل في منتهى الاخلاق ومنتهى الطيبة. المقطع ده انا عدته تاني عشان من جماله، لان ما لحقتش اوصف اللي انا شفته بصراحة. وهنا اهو بقول تاني، هنا بقى بقول لك بقى اهو البسطوم اللي هو الحرف الرخامة، بعد ما خد سكوتشات. المساحة زي ما حضراتكم شايفين، الوزرة ارتفاعها 10 سنتي. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة عجباني جدا. لونها كان فوق الروعة بشوية. حاجز المية عامله 45 كالعادة. بنزل هنا وبقى بوري لكم حرف الرخام عامل ازاي وبيلمع ازاي. ده هيفضل كده ان شاء الله طول العمر يعني. ارجو ان انا اكون عملت شغل يلاقي استحسانكم. الحمد لله لقى استحسان الزبون جدا، والناس مبسوطة بشغلي. واللمعة مش ما فيهاش كلام، اللمعة بسم الله ما شاء الله. مش انا اللي ملمعها، هي متلمعة في الهند كده يعني. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.